يا ليلة العيد أنستينا وجددتي الأمل فينا يا ليلة العيد. طبعا أنا حبيت أبدأ الفيديو ده بأحلى أغنية أنا كنت بستناها من السنة للسنة، أفتح التلفزيون عليها وعليها خالص وإحنا بنروق البيت بتاعنا، بنعمل كحك وبسكوت وبنظبط بقى، ما هو العيد داخل وهيبقى فيه زيارات وهيبقى فيه لمة وحبايب. الفيديو ده بالنسبة لي طبطبة كده ونفتكر فيه ذكرياتنا مع بعض، فحبيت بقى أرجعكم كده معايا بشكل مختلف. بقول لكم إيه، ما يلا بينا. ليلة العيد بالنسبة لي كطفلة كانت الهدوم الجديدة اللي بابا يدي لماما الفلوس، يلا روحي جيبي هدوم العيد. كل البيوت المصرية أغلبها فيها كده، ونروح نجيب لبس العيد وببقى مبسوطة جدا. انا كطفله بقى عايزه اقول لكم يا جماعه ان انا كنت اخر العنقود، وطبعا عندنا في بيوتنا كلنا اخر العنقود ايه؟ سكر معقود. لا لا بجد بقى، خلينا في موضوع الفيديو. ليله العيد كانت عندنا تتمثل في الهدوم الجديده، في الزحمه بتاعت الشوارع، رايحين بقى بنجيب الجلاش والحاجات الهدوم والحاجات الحلوة والألعاب، وبنوضب بقى عشان الأكل واللمة والأهل والعيدية دي ما ننساهاش. وطبعا الألعاب اللي كنا بنلعب بيها مع أصحابنا وقرايبنا وحبايبنا. أنا بقى كنت طفلة محظوظة شوية، ما هو أنا بقى آخر العنقود. اخواتي بقى يا جماعة كانوا بيهروني ألعاب، كنت بقى أروح البلد وبعد كده ارجع عيد في البلد وعيد في بيتنا، يعني عيدين. انا بالنسبه لي اغلبنا كان بالنسبه له العيديه هي العيد الصغير، اما العيد الكبير كانوا يردوا علينا ويقولوا لنا ده عيد لحمه، مفيش عيديه، كل سنه وانتوا طيبين. وطبعا ده كان بيضايقنا احنا بقى كاطفال، بس لا الحق يتقال، كانوا برضو بيدونا عاديه بس مش زي يعني عيد الفطر. فاهمين قصدي ايه؟ يعني عشان عيد لحمه بقى كده وحركات ايه. العيد ما كانش بيبقى عيد الا لما نعيد على بعض، نسلم على بعض، اللمه كده والاهل والأرجوز. فاكرين الأرجوز؟ المرجيحه اللي نجري عليها احنا وقرايبنا او صحابنا، ويلا بسرعه هنتمرجح. ايه ده العيد فرحه. العيد بالنسبه لي كان من الصبح، امي الله يرحمها محضره الكبده، هو كده ما حدش يقول لي ليه الكبده، هو كده عيد. يعني الصبح هناكل كبده لما نرجع من الصلاه، والاقي الكبده سواء في جنبها عيش ورز، واللي عايز ياكل بالعيش ياكل واللي عايز ياكل بالرز ياكل. وبصوا بقى كان بيبقى احلى يوم. على فكره ده فطار، الغدا لسه التقيل جاي ورا. الغدا بقى يعني حمام محشي رقاق جلاش، محدش يضحك. لا بجد العيد بالنسبة لنا مش كان عيد أكل بس، دي طقوس كنا لازم بنعملها في عيد، أو أهالينا كانوا بيعملوا لنا الطقوس دي. طبعا بقى بالنسبة لذكرياتي عمايل الكحك، ماما الله يرحمها وبابا الله يرحمه وربنا يخلي يا رب اللي عايشين اخواتنا وحبايبنا واهلنا حواليها، كانت بتقعدنا أنا واخواتي كلنا في البيت وتولع الفرن كده واحنا نقعد كده ايه حواليها، طبعا بكام يوم، مش ليلة الوقفة. والمكنة بقى بتاعت البسكوت بقى يا سلام، ونلف واللي يسابق واللي يكمل. بس بصراحة أنا أعترف يا جماعة أنا كنت أول واحدة بقوم بقول أنا هقعد، أول واحدة أقول أنا هقعد وهساعدك يا ماما، وأطلع أنا أول واحدة أقوم وأتخلى عن ماما حبيبتي. طبعا أنا كنت لسه صغيرة وده كان مجهود عليا جامد. أنا بس عايزة أفرحكم شوية وأنتوا بتسمعوا الفيديو، أشوف مامتي فاكرة الكل في عمايل الكحك والبسكوت، أي حاجة كانت بتعملها أمي الله يرحمها، أي حاجة بابا الله يرحمه أثروا فيها بشكل كبير. ألبس كده وماما تسرح لي وأقف مكسوفة لبابا ويبتسم كده ويحضني ويطلع العيدية، يا سلام بقى، أحلى إحساس ما يتوصفش. ربنا يخلي كل أم وأب عايشين يا رب، ويهدي كل ولد وبنت لأمهم وأبوهم. بعدها بقى اخواتي وحبايبي يجيبوا لي هديه، بالذات اخواتي حبايب قلبي، واجري كده بقى على بابا، يلا يا بابا يلا يلا بقى عشان نروح البلد، واروح بقى العب مع اهلنا بقى وحبايبنا، ولاد خالاتي وبنات خالاتي وولاد خوالي وولاد عمامي وبنات عماتي، يلا بسرعه.
احنا كده كأطفال يا جماعة كانت مشاعرنا كلها تلقائية بفطرتنا كده، عمرنا ما كان جوانا مشاعر كره ولا حقد ولا زعل من حد ولا نعرف ايه اللي بين الكبار. هو ده كان العيد بالنسبة لنا. عارفين كانت كل مشاكلنا ايه واحنا اطفال واحنا عيال صغيرة؟ ان ده مش عايز يلعب معايا، وده انا عايزة العب معاها، وده مش عارف ايه ودي ايه، ونعمل بقى احساب ونزعل من بعض، ولا ما تكلميش ده عشان هو مزعلني، وتكلميش دي عشان هي مزعلاني، وفي الاخر الكبار يصالحونا. بس اما كبرنا المهم كانت بقى تجمعات حلوة قوي قوي قوي. كنا ناخد العيدية ونروح بقى لمحل البقالة. طبعا محل البقالة كان زمان بقى في البلد اللي هو ايه لامم كل حاجة بقى، وعنده اللعاب بقى وكل حاجة بقى، مش قادرة اقول لكم. نجيب بقى ايه، مش صواريخ بقى زي دلوقتي، لا لا لا، ده التحديث بتاع ايه بقى، بتاع بومب العيد. بوم والعيد فرحة. هو ده كان العيد بالنسبة لنا، والمسدسات، والبنات احنا نجيب عرايس، لا مطبخ، لا مسدس رش المية. طبعا كل ده كنا بنبقى فرحانين جدا. كان بقى في زمان بالنسبة لي أنا كان فرحة برضو، فرحة العيد في إن أنا لما بروح البلد كان ليا ولاد خالتي، يعني اتنين من خالتين، يعني ابن خالتي وابن خالتي، يعني خالتي واحدة تانية، يعني المهم يعني ولاد خالتي. ماشي، الابنين دولا يعني بصوا هما، انا مش هقول حاجه، هم عارفين نفسهم لو سمعوا الفيديو. كانوا بيعملوا لنا، بيبقى في شجرتين كده في الجرن كده بتاع بيت جده الله يرحمه، وكانوا بيعلقوا حبل كده من الشجره دي كده ايه، بس كان الشجرتين قريبين، ويعملوا لنا كده مرجيحه ويوضبوها كده ويحطوا لنا عليها كده زي مسند كده او حاجه، ونتمرجح بقى. بصوا بقى سعادة الدنيا كده، واحنا كده قاعدين على المرجيحة وبنطلع من فوق الارض وطايرين. عارفين انتوا الاحساس ده؟ يا رب اكون عرفت اوصله لكم. نطير كده بقى، نطير باحلامنا وفرحتنا، ما هو العيد فرحة بقى. كانت احلامنا بسيطة، واللي يفرحنا حاجات سهلة، زي ما بيقولوا كده ايه، السهل الممتنع اهو ده بقى. كان بابا الله يرحمه ياخدني انا وهو ونلف على كل قرايبنا، قرايب ماما وبابا كلهم بلا استثناء، واقول له انا رجلي وجعتني ما كنتش قادره، عايزه اروح بيتنا بقى. عشان ايه؟ خلي بالكم انا ما تعبتش، انا عايزه اروح بقى اكمل العيد بعد البلد، اروح بقى اكمله ايه عندنا بقى في البيت. ماشي ليه بقى؟ عشان اخويا حبيبي كان بينزلني بقى للمراجيح ويجيب لي لعب بقى. بصوا مش قادره اقول لكم، كنت بقى اقول له يا بابا انا رجلي وجعتني ما كنتش قادره، يقول لي لسه شويه، مادام فينا صحة يبقى نصل الرحم، حتى لو في حد زعلنا أو قابلنا مقابلة عادية انتي ليكي ثواب عند ربنا أكتر، ولازم تكوني دايما حسنة الظن. ده الكلام اللي كان والدي بيقوله لي، بس طبعا ما كانش عارف ان انا بقول له كده رجلي وجعتني وكده، بس اللي هو عايزه اروح بقى دوع. يعني بالنسبه لي انا كطفله انا عايزه اروح الزيارات ليه؟ عشان هلعب مع اللي في سني يا جماعه. هما بقى بيبقى لهم دماغ تانية اللي هو ايه عشان نصل الرحم. بس عارفين لما الواحد كبر لقى الحاجات اللي كانوا بيزرعوها فينا، هما زرعوها يعني مش بقصدهم، هما دي كانت طبيعتهم، فهم زرعوها فينا. فاهمين قصدي ايه؟ الام والاب ما بيكونوش عارفين ان الحاجات اللي بيرسخوها في دماغ الاطفال بافعالهم دي بتترسخ خلاص، يعني خلاص هي حاجه مش هتطلع خالص، وهم ما عملوش فيها مجهود، هم بافعالهم وفطرتهم رسخوا جوانا حاجات في مفاهيمنا من غير ما يعملوا اي حاجه. المهم ندخل بقى على الشط اللي بعده. في حد كده بيكون قريب منكم، ممكن لما تكبر وغصب عنك المشاغل والدراسة ومشاكل الحياة اليومية بتبعدكوا عن بعض، بس صدقوني مهما المشاكل ومشاغل الدنيا بعدتكوا بتفتقدوا كده مع نفسكوا وتستعيدوا ذكرياتكم. مستش كمان اللي كانت ذكرياته مش احسن حاجة، لان الفيديو اللي فات بتاع بيت جدي كان ناس كتير قوي دخلت لي على الخاص وقالت لي انا ما عشتش الذكريات دي، بس بجد طريقتك عيشتني فيها، كنت مبسوطة قوي وانا بسمع الفيديو، او مبسوط قوي وانا بسمع الفيديو. المقصود هنا ان ربنا يعني جعلنا كلنا في احسن صورة
وكلنا في نعم. اللي معاه مامته وباباه بس لسه ما جالوش النصيب يتجوز، اللي معاه اتجوز وبس معهوش فلوس، واللي معاه فلوس بس مخلفش، واللي اخواته كويسين في حقه بس ما عندوش ولاد، واللي ما عندوش اب وام بس ربنا عنده بزوجة. ربنا يا جماعة يعني بيدينا احسن حاجة. اللي ما عندوش حاجة مديله صحة، اللي ما عندوش صحة ومعاه كل حاجة. فدايما ماما كانت تقولي على قد لحافك مد رجليك. كان بابا دايما يقولي التسرع اخرته دمار، لكن الحكمة اخرتها جمال. والجمال يعني جمال الخلق، وجمال فرحة العيد، وجمال لمة الأهل، وصلة الرحم، والسؤال مش على فيسبوك واعمل بوست كل سنة وانتم طيبين. اه نقدر برضو ونحسن الظن. يمكن اللي عامل البوست ده عنده مشاكل، مش عارف يتكلم مع حد، مش عارف يصل حد دلوقتي، بس بعد فترة هيصل. المهم يعني اللي هو حسن الظن، نحسن الظن. حد دخل بعت لي صورة، هو بعت الصورة حتى لو بيبعتها للكل تمام، كويس ان هو افتكرني. ما هو بيدوس على الصور تمام، مفيش مشكلة. انا بالنسبة لي ممكن حد تاني لا، انا عايز اتصال، ليه ما اتصلش بيا زي ما انا اتصلت بيه؟ طب ليه انا ما زارنيش زي ما انا زورته السنة اللي فاتت؟ احنا لو وقفنا لبعض يا جماعة على الواحدة مش هتبقى عيشة، صح ولا ايه؟ والعيد فرحة. المقصود من الفيديو ده ان احنا نفرح بعض، نفرح نفسنا حتى لو في هموم ومشاكل. ادور على الفرحة اللي تفرحني. انا قاعد لوحدي مفيش حد خالص، حتى لو خلاص اهلي كلهم مش موجودين وربنا رحمهم يعني توفوا مثلا، افرح نفسي، ألجأ لعبادة جبر الخواطر. ساعتها ربنا هيبعت لي اللي يجبر خاطري. فاهمين قصدي ايه؟ اما بقى بالنسبة للمثل بتاع مامتي على قد لحافك مد رجليك، كان الرضا والاقتناع، وان انا مش هعرف اوصل لحاجة وافضل اتعب نفسي. لا، احلم حاجة حاجة، اللي اقدر احلم بيه هوصل له دلوقتي وهتعب عشانه، وان شاء الله باذن الله بوصل له مع الوقت. بس ما اروحش بقى ايه يكون لحافي صغير واحلامي ملهاش حدود، لا طبعا. ولا ايه؟ كانوا ناس بسيطة بس كانوا بيقولوا كلام كان حكم. الفرحة واللمة والصحبة، ان المظلوم ليه حق راجع، وان الظالم ليه هداية من عند ربنا، وان الهداية دي من الرحمن الرحيم، وان الشر اخرته دمار بس الخير اخرته خير من ربنا سبحانه وتعالى. لان لما بتجبر خاطر حد ربنا بيجبر خاطرك. وجبر الخواطر عبادة مميزة جدا عند ربنا. لو انت مش عارف تخرج في سبب تعب، في سبب حاجة مزعلاك، فرح نفسك. فرحوا نفسكم يا جماعة، والله فرحوا نفسكم. اللي تعبان يحمد ربنا ان ربنا فاكره وافتكره بالتعب علشان يذكره ويحمده ويشكره. ربنا بيبتليك عشان بيحبك. افتكر ده دايما، وافتكر ان ربنا ما بينساش عبده، وان انت ما تتعشمش في اي مخلوق في الدنيا. ربنا هو اللي بيسخر لنا الناس، والظالم ربنا يهديه، والمظلوم ربنا هينصره. فبص لفوق يلا ونحمد ربنا كده ونقول الحمد لله على كل نعمك، ونفرح بكل النعم اللي في حياتنا واللي ما كناش حاسين بيها. الصحة، الستر، الأهل، اللمة، مش اللمة الكدابة، اللمة الصادقة. الصحاب اللي عرفنا منهم الصحاب الكويسين من اللي مش كويسين. والأهل السند والعزوة حتى لو في بعض الأخطاء، بس طبعا هم سند. في مثل بيقول كل بيت مقفل على اللي فيه وعلى بلاويه. فسيبنا بقى من كل الحاجات اللي تزعلنا، وتعالوا نتخطى كل اللي بيحصل في حياتنا وفي يومنا. تعالوا نتخطاه بشكل كويس، بشكل اننا نفرح نفسنا ونفرح عيالنا ونفرح اهلنا ونفرح حبايبنا. وقبل ده كله نفرح ايه؟ نفرح نفسنا. ما هو ربنا لما بيلاقينا فرحانين وراضيين وصابرين ما بننقمش على حد وبنتبسط.
لما حد يكون مبسوط. صدقوني ربنا بيبعت لنا الفرحة كده يعني بسهولة بسهولة بسهولة. بيحب العبد الراضي، بيحب الفرحة، بيحب الرضا. اعمل لله، ما تتعشمش في رد حد ليك. انت بتعامل ربنا مش بتعامل الناس. ما تتعشمش في اي مخلوق، ربنا بس اللي تعشم له. وما تأمنش لأي انسان، وبرضه مش هتعيش هتخون الكل. كان بابا دايما الله يرحمه يقول لي حرصي ولا تخوني. لان الانسان بيتعلم على فكرة، حتى لو انجرح من اي شخص او اي موقف او اي حاجة، هو ده بيعلمه على فكرة. مش الانسان ساعتها في الموقف بينجرح، بس صدقوني كل حاجة بتحصل لنا سواء خير او شر والله بتقوينا. في نهاية كلامي بقى الخلاصة، فرح نفسك بنفسك. فاكرين مسرحية شاهد ما شافش حاجة والعيال كبروا؟ فاكرين المسرحيات دي؟ ما هي دي مسرحيات العيد، والأفلام ترمس والحمص والحلبة كل دي كانت حاجات جميلة بتفرحنا. رجعوا الطقوس دي لولادكم واحكي لهم عن ليالي زمان، وحتى اللي معاش الليالي دي عايشوا فيها حبايبكم دلوقتي. الدنيا بتخلص على طول والوقت بيجري، ويا عالم عشنا النهاردة هنعيش بكرة، هنعيش اللحظة الجاية، الله أعلم. الخلاصة ربنا بيحب التفاؤل، بيحب الشخص المتفائل. تفائلوا وارضوا، وبينصر المظلوم وبيقهر الظالم. اوعى تنام وانت زعلان وفاكر ان ربنا مش هيجيب لك حقك ابدا. ربنا بيطبطب على عبده اللي بيرضى. ربنا يفرح قلوبنا جميعا ويفرحنا كلنا يا رب، ويجبر خاطر كل مكسور ويسعد كل الناس، ويسعد أهلي وحبايبي وصحابي كل من أحببتهم في الله. وهختم الفيديو زي ما بدأته، واعذروني بقى لو صوتي كان مش حلو قوي. يا ليلة العيد أنستينا وجددتي الأمل فينا مع يوم جديد. كان معكم يسرية أمين من القلب للقلب رسول، حلقات أسبوعية. تقدروا تتابعوني على اليوتيوب والفيسبوك والإنستجرام. يوم جديد مع ياسو أو يسرى أمين. سلام عليكم.